صباح الخير عليكم. مساء الخير عليكم، فين ما تكونوا وقت ما تكونوا. النهارده هنرجع للأربعينات، سنة 1942، ودي سنة إنتاج فيلمنا النهارده. تعالوا نعرف قصة العمل ونعرف بعد كده حكاية الفيلم واسمه. الفيلم تأليف وإنتاج وتمثيل وإخراج أحمد جلال، وهنلاقي أحمد جلال قايم بدور حسين باشا، وبتشاركوا في البطولة ماري كويني في دور رباب، عمر جماعي، إحسان ابن الباشا، زوزو نبيل، نعمات بنت خالة إحسان بيه، عباس فارس خاله، حسين عيسى طالع في دور عبد الجبار، أسعد مصطفى جودة، سميرة كمال فكرية صديقة رباب، ونادر جلال اللي احنا لسه قايلين ان هو ابن أحمد جلال واللي هو المخرج برضو العظيم، طالع في دور الطفل كمال. وطبعا باقي كاست العمل، بس دول اللي قايمين بدور البطولة. فيلمنا النهاردة بيحكي عن رباب، ورباب بداية المشاهد كلها عايشة في بيت أبوها، ومرات أبوها بتأذيها أذى نفسي وجسدي جامد جدا، لدرجة إنها بتقرر إن هي تهرب من وشها ومن وش أبوها اللي طبعا ماشي على نفس كلام المدام. بتجري، تبقى مش عارفة تروح فين، معهاش فلوس، بتنط في قطر البضايع اللي نازل على القاهرة، وعند محطة طنطا بنلاقيها بتنط. ليه؟ لأن هي بقى وهي راكبة في قطر البضايع بتتعرف على جودة وعبد الجبار هربانين من السجن. الكلام بياخد بعضه، بيحكوا لها ان هما نازلين طنطا عند صديقة عبد الجبار رقاصة هناك، وهناك في مولد وفي مكان هي بترقص فيه، فكل ده هي بتحطه في دماغها. وعند طنطا البوليس بيهجم، جودة بيتمسك هو عبد الجبار، وهي بتحاول تهرب، عربية بتخبطها، البوليس بيقول لها فينك انت، مش عارف ايه انت ايه، فبتقول لهم انا قاعده في طنطا عند قريبتي الرقاصه فلان. فمين كان واقف بالصدفه شاف الحادثه؟ احسان بيه، فقال يا جماعه انا هوصلها. وصلها فعلا، والرقاصه ما كانتش عايزه تدخلها، لكن بعد كده ايه، رضيت تدخلها لما قالت لها انا جايه من طرف جوده وعبد الجبار. وبتعيش هناك معاها فتره، وبتتوطد علاقتها باحسان بيه، وبيحبها وبيبقى عايز يرتبط بيها، لكن هي بتقول له لما نعرف بعض كويس. المهم الكلام ده كله وصل لأبوه ووصل لخاله، فقالوا له انت ازاي تعمل كده، ما يصحش، انت كده بتجيب العيلة في الأرض خالص. فقال لهم لا أنا بحبها وعايز أرتبط بيها. فخاله بيقول لأبوه ما تحاول تقاوم ابنك، قال له أنا حلفت إن أنا مش هرفض له طلب من بعد وفاة أمه. وإحسان بيستغل ده وبيقول له طب يا بابا أنا هروح أجيبها لك تتعرف عليها. فراح يجيبها وقال لها تعالي أعلمك السواقة وإحنا إيه راجعين. فالمفروض بيعلمها السواقة، لكن بيغلس عليها، فرحت هي نطت من العربية وهو لبس في الترعة ومات. فبقى أصبح مين المجرمة مين القاتلة؟ رباب، بدون قصد خالص، لأن هي كانت عايزة تهرب من معاكسته ليها. طبعا بيحزن جدا الباشا، وبيروح يقعد في الذهبية بتاعته اللي هي بلغة السبعينات والثمانينات بيسموها العوامة، وهناك بيبقى في دنيا غير الدنيا، وبيغير حياته، ما بيخرجش وما بيشوفش الناس، عايش على ذكرى ابنه ومراته. وفي نفس الوقت ده رباب مش عارفة تهرب ازاي، لأن كمان الرقاصة طردتها، فهربت وخدت بعضها على مصر، راحت هناك عاشت في مكان. فهي ساعات تغني، طبعا بيبقى مش صوت ماري كويني، بس هي بتغني. مين سمعتها؟ اللي ساكنة قصادها اللي هي فكرية. قالت لها طب ما تيجي تشتغل في المدرسة اللي أنا فيها مدرسة موسيقى، وهي كده كده ما كانتش لاقية شغل. فقالت لها تمام، وراحت واشتغلت، وابتدى يبقى معاها قرش، بتلبس كويس، تصرف كويس، ابتدت تبان عليها ان هي بقت بنت ناس خالص، والحياه ابتدت تضحك لها. لغايه ما في مره بتقول لها انا زهقانه هطلع اتمشى على النيل. بتتمشى على النيل، رجليها بتتزحلق اهو، بتقع في الميه. مين بيشوفها وبيفتكرها انها بتنتحر؟ الباشا. فراح ناطط وراها على طول من الذهبيه بتاعته، انقذها، وحتى ما قالهاش ان هو باشا. ففاقت، قالت له انا فين وبتاع. المهم قال لها انت ليه كنت عايزه تنتحري؟ قالت له انا ما كنتش عايزه انتحر، انا رجليا اتزحلقت. وابتدوا يتعرفوا على بعض، ابتدت تخرجوا نوعا ما من كآبتها، عرف هي بتشتغل فين، قال لها طب تعالي اروحك، ما رضيتش. فالمهم ابتدى يخرج من اللي هو فيه عن طريق كلامها وضحكها، لان هي انسانه طيبه وروحها حلوه. فراح هناك عند المدرسه،
وقال لها انا عارف ان فرق السن كبير بس انا عايز اتجوزك. فهي استشارت صاحبتها فكرية وقالت لها طبعا دي فرصة، لان هي ابتدت فعلا تتوضد له وبقت بتحبه وهو راجل محترم وباشا. اتجوزوا وراحت معاه البيت واكتشفت ان هو ابو احسان من خلال الصور اللي متعلقة على الحيطان. مفيش حيطة ما عليها صورة احسان. طبعا ابتدت تخاف رباب جدا، لان ابتدت تسمع اسم رباب ده على طول بيتردد في البيت ان هو ناوي ينتقم منها. وهنا بقى عايزين ناخد بالنا ان هي اصلا لما سافرت القاهرة كانت مغيرة اسمها وسمت نفسها نجوى، مش رباب. هي لغت رباب ده من حياتها خالص. فبالتالي هي اتجوزت الباشا على انها نجوى، دخلت بيته على انها نجوى، هو عرفها على انها نجوى. فبالتالي رباب دي بالنسبة له وبالنسبة لها شخص بعيد، لكن هي في ذاتها حاسة بده وعارفة الخطر اللي هي فيه. بتستشير صاحبتها بتقول لها عيشي حياتك وما تخافيش، وكمان هي بقت حامل فلازم تستمر الحياة. فبتستمر فعلا وبتنجب ولد وبتسميه كمال. ويوم عيد ميلاده وهي بتحضر الحاجات نزلت تجيب له طلبات عيد ميلاده، بيشوفها جودة وعبد الجبار. جودة طيب سهل، لكن عبد الجبار ابتدى يستغلها وعايز فلوس، وعايزة تيجي ليلة عيد الميلاد عشان ايه ياخد منها فلوس. فبتضطر تستأذن في الخباثة كده وبتروح له، فبتديله الفلوس وبترميهم في وشه وبتمشي. لكن هو كان عايز يغلس عليها ويعتدي عليها. فدخلت الرقاصة رفعت مسدسها بتضرب الرصاص، جه في نجوى أو رباب وهرب عبد الجبار. جه البوليس. طبعا الموضوع كله اعتقد ان هي عشيقة عبد الجبار وان صاحبته دخلت فقتلتها بالرصاص. فطبعا الباشا طلقها وحرمها من ابنائها وبعد عنها تماما. واللي زاد واللي غطى ان الرقاصة انتحرت من غير ما تقول اولها، وعبد الجبار هرب. وفي نفس الوقت ده جودة بيدي علقة محترمة لعبد الجبار عشان يعترف، وبياخده للاسم وبيعترف. فبتطلع براءة، لكن طبعا هي بتموت وعايزة تشوف ابنها وترجع لجوزها. كل الشخصيات دي بتترجى الباشا لغاية ما فعلا بيقعد يفكر مع نفسه وقلبه بيحن، وبياخد ابنه وبيروح لها المستشفى ويسامحها على اللي حصل، وبيبتدوا بداية جديدة. وبيجي بعد كده مشهد النهاية اللي هي البداية الجديدة في البيت، وابتدى ابنه يكبر وهو معاها وسامحها على اللي فات، ورجعت بانها رباب وفهمته ان هي ما كانتش تقصد، وان اللي حصل لابنه ده ان هي كانت بتهرب بحياتها. فيلمنا النهارده اسمه رباب. هو فيلم حلو وياريت تشوفوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم على خير.